السلام عليكم ورحمة الله. معكم حنين من غزة وهي قناتي. بتمنى الجديد معنا يشترك بالقناة وما تنسوا تورجونا تعليقاتكم الحلوة. طبعا الشتاء جاي على الأبواب. زمان لما كنا ببيتنا كنا متحمسين إنه الشتاء يجي، وكنا نجهز له البيت ونجيب الملابس الشتوية ونجيب الفراش والسجاد ونستنى ينزل المطر. لكن هاي المرة غير، لأنها مش ببيتنا ومهجرين. طبعا الشتاء هاي المرة مختلف، واحتياجاتنا بهذا الشتاء بتختلف عن غيرها من السنين. طبعا هاي المرة لا بنفكر يجي المطر ولا أي شي، بنتمنى إن الشمس تضلها طالعة لحتى تحمينا من برد الشتاء يلي الله أعلم شو رح يعمل فينا. وكمان بنتمنى إنه المطر يكون قليل لحتى ما نغرق. هذه هي جزء من معاناتنا يلي جايانا بالشتاء عن قريب. لهيك طبعا لما نحكي إحنا مع صحباتنا أول سؤال بنسأله لبعض: شو جهزتوا حالكم للشتوية؟ طبعا انتوا عارفين شو يعني هذا السؤال. يعني اشتريتوا شوادر ولا لا؟ شدرتوا المكان اللي انتوا فيه ولا لسه؟ طبعا لهيك احنا قررنا انه نعمل مبادرة الشوادر لحتى نجيب شوادر ونسكر علينا وعلى اطفالنا. الازرق وين ما نروح ننزح كان يروح معنا لحتى تعب واستهلك. بس على اي حال ماشي حاله، بعينك الله، اصبر لنا هالشهر ولا هالشهرين. طبعا الله المستعان دائما وابدا. لهيك احنا بنحتاج لحد لنشتري شوادر لحتى نغطي هاي المظلة اللي احنا موجودين فيها، كلها محتاجة لتسكير. طبعا تحتاج لكمية من الشوادر لحتى نسكرها ونظبطها ونرستكها. طبعا المبادرة كمان تشمل الخشب، لانه لازم ندق الشادر بالخشب علشان ايش؟ عشان تزبط الوضع. كمان لانه راح نجي نعمل باب، لازم نعمل باب. طبعا الباب كيف بنعمله احكي لكم. بنجيب شادر وبندق له 4 خشبات وبنعمله باب. يلا هاي الحرب علمتنا اشياء كتير. طبعا هذه هي الاشياء المتاحة لنا واللي بنقدر نعملها مع الاسف. فبتمنى من الجميع يساهم معنا بهاي المبادرة لحتى نقدر نشتري الشادر. كمان اللوح الاسبست اللي احنا اللي فوقينا الزينجو مخزق. طبعا ما بعرف اذا ظهرت الخزق في الفيديو او لا. مخزق والمي بتنزل علينا. لهيك احنا كمان محتاجين ان نسكره ونسكر الغرفة الصغيرة اللي صبتها 10 سنتي. يعني احنا جربنا لما نعبي مي من فوق، طبعا بتنزل علينا المي وبنجري بنحمل الجراد ونحطها هان وهان مشان ما نغرق. فما بالكم بالشتاء لما يجي علينا وينزل المطر. لهيك بنطالب اللي بيقدر انه يساعد في شراء الشوادر. طبعا تكلفة المبادرة بشكل عام رح تكون من 1500 ل2000 دولار. طبعا انتوا رح تستغربوا من هذا الرقم، لانه طبعا بالوقت الحالي سعر الشادر صار 600 شيكل، وان شاء الله يا رب ينزل سعره ونقدر نجيبه بسعر اقل. لكن هاي الفترة الحالية كمان خصوصا مع ظروف النزوح المستمر والمتكرر والنزحة الكبيرة يلي نزحوها اهل غزة. طبعا الله المستعان دائما وابدا. ودعولنا يا جماعة انه الحرب هاي تخف علينا. هاي التربة الطينية مشكلة في الشتاء، لانه هي لما نعبي مي او اشي ما بتتشربش المية، بتضلها المية مباركة فوقيها. وهاي مشكلة كبيرة كتيرة على فكرة، لانه الله اعلم لما يجي الشتاء رح يخرب الخيام ولا لا. هن اصلا غير هالواسطة مهفتات، فكيف لما يجي الشتاء؟ الله يستر. طبعا قد ما فرطناها على الفاضي. فالخوف انه الخيام يغرقوا والعفش هذا كله يغرق. طبعا هدولا احنا استعملناهن قبل هيك. هدول الشوادر يعني عاشوا معنا قصص النزوح من مكان لمكان. وطبعا يعني
بالنهاية الحمد لله رب العالمين بإنهم الله يتحملون هالشتا هاد، بس على الأقلية نجيب شادر ونحطه فوقيهم لحتى ما تدخل المية عليهم، لأنه هذا الشادر مخزق والمية رح تدخل منه، وكمان هو بيحتاج على الأرض، بس إشو منه على الأقل إحنا نسلك تسليك. طبعا هو بيحتاج شادر فوقيه طبعا. كمان هاي بتاعت النار كمان لازم نشدر فوقيها أو من على الجنب، بلاش تطير بالشتا. والآن رح أورجيكم هاي الخيمة، أكيد انتو بتعرفوها، يلي شاف فيديو النزوح طبعا عرفها. هاي خيمتنا، وين ما نروح معنا، وين ما ننزح معنا، وبنستعملها دائما، إلها من رفح وهي موجودة معنا وسترانا الحمد لله رب العالمين. طبعا هاي الخيمة تحتاج لتجدير من فوق، لأنه إحنا طبعا زبطناها من تحت الأرضية، لأنه التربة طينية وبتغلب كتير، لكن مشينا وحاليا ضل علينا اللي هو التجدير من فوق، وإن شاء الله ربنا يقدرنا وتزبط معنا وتتسهل أمورنا ونقدر نجيب الشوادر. معاناتنا كفلسطينيين عن جد قاسية وموجعة، حياتنا كلها بين خيم ومن نزوح لنزوح، من 48 لحتى الآن وإحنا بنعاني نفس المعاناة. يعني ما صدق الواحد إنه يكون إله بيت ويستقر ويعيش حياة طبيعية ويكمل عمره ويعمل الأشياء اللي هو بحبها مثله مثل أي حدا في العالم، لكن مع الأسف من 48 لحتى الآن والتاريخ بعيد نفسه، من خيمة لخيمة، من تهجير لتهجير، من ضرب لضرب، إحنا بنموت وما حدا بيطلع فينا، لكن إحنا أمرنا عند الله سبحانه وتعالى، وبندعي ربنا إنه يكتب لنا أجر الصابرين والمرابطين إحنا وإنتو إن شاء الله. وهاي الغرفة الصغيرة اللي إحنا موجودين فيها، طبعا إحنا ودار أخويا ومرت عمي ما إلها حدا موجودة معنا، وكمان أختي نزحت عنا. طبعا هي ما بتكفينا، هاي السقف مشقق لأنه الصب 10 سنتي، ما بعتقد في أسمنت إنه يسكر هاي الخزوق. وطبعا لما نعبي مية بتنزل علينا وبنحط جرادل على الأرض. إن شاء الله يا رب تكون التشقق واضح عندكم. طبعا الواحد بيزعل على بيته، إنه كان بيته مرتب ومزبط وما فيه أي تشققات أو أي شيء، لكن الآن إحنا مضطرين، لهيك إحنا محتاجين للشادر فوق هاي الغرفة. هي صبتها 10 سنتي. طبعا بالصيف حر كتير. رح نجيب شادر وندق 4 خشبات من الجهات الأربعة ونثبتها مشان ما تدخل المية وتتسرب جوا الغرفة. وإن شاء الله يا رب هالتجربة تزبط معنا وتتيسر أمورنا، لأنه مصيبة إذا ضلت هيك، لأنه إذا مطرت طبعا المية رح تتسرب جوا ورح نغرق إحنا وغراضنا وأغطيتنا. وطبعا هاي مشكلة كبيرة. زمان ما كناش نهمل هم الشتاء، لكن حاليا كل شتاء إله مشكلة، كل شتاء إله هم، كل شتاء إله وضع صعب جدا، ويعالم بكرة إيش حيجينا وإيش حيستنانا. بتمنى يا جماعة تشيروا هذا الفيديو